وبعد مرور 20 سنة من مغادرة زوجته عرف مكانها زوجته ديمتري، واكتشف إنه عنده ابن وعمره 20 سنة، لكن ابنه اتبرأ منه ورفضه الفنان عادل أدهم كونه أبوه وما اعترفش بيه. وتوفى الفنان عادل أدهم يوم الجمعة الموافق 9 فبراير سنة 1996 يوم 19 رمضان في مستشفى الجلاء العسكري في طريق صلاح سالم عن عمر 67 سنة. وكان سبب الوفاة وجود مياه على الرئتين مكثفة، وخسرت السينما المصرية واحد من معجزات التمثيل. بس كده، ده فيديو النهاردة. ما تنساش تعمل لايك وتشترك في القناة، والسلام عليكم.